عارفين أمة العوز؟ أمة الفقر. يا ريت حد يقول لكم إن إحنا فقراء قوي. أنا كان نفسي تديني الأمان واطلع اقف قدامك وقدام الشعب اقول جمله واحده. انت بتقول احنا فقراء قوي وبتعمل لواحد صاحبك فندق ب 2 مليار وبتعمل فيلا. خلي بالكم ما تنسوش اللي بيكلمكم ده واحد منكم. انا اعمل عداله اجتماعيه ولا احنا نعمل عداله اجتماعيه؟ طبعا مدام الانتصار مش هتقبل تنام على السرير بتاع مدام او طنط سوزان مبارك او ماما سوزان مبارك. نقوم نعمل ايه؟ نهد اللي كان قاعد فيه حسني مبارك ونعمل احنا الاستراحه. الاستراحه دي متكلفه كام؟ 250 مليون. طب والله العظيم انا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتي. 10 سنين. اول ما مسك بقى رئيس عقده وزير الدفاع محمد علي، انت من الشركات اللي هتقدم رسومات عشان هنعمل بيت للفريق عبد الفتاح السيسي، واحنا بننفذ ب 25. طبعا الفيلا وصلت ل 60 مليون. والله العظيم انا لو ينفع اتباع لاتباع. لو كان الموضوع وجبه واحده في اليوم لبناء امه اقسم بالله لا اقعد بقيت عمري اكل وجبه واحده. يا بتوع احنا فقراء قوي. فيلا في المعموره وثلاثه في مراسي، غير اللي في مرسى مطروح، غير اللي عملته شركه اوراسكوم، غير اللي عملوه ابناء علام، وجاي بتقول احنا فقراء واحنا لازم نجوع. هو انت بتجوع؟ ده انت بتصرف مليارات بتترمي على الارض يا راجل، رجالتك بتهدر ملايين. ده لو كل يوم 10 مليون من ال 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب 10 مليون جنيه. والله العظيم والله العظيم يا رجاله ان الحاجه انتصار عملت شويه تعديلات في فيلا المعموره معديه ال 25 مليون جنيه تعديلات. هقول كلام صعب؟ خصموا من الوزارات كلها. اقول كلام اصعب؟ مش هنطلع علاوه دوريه السنه دي للموظفين في مصر. مش ادفع بقى. ايوه ادفع. هي مفيش حاجه من كده ببلاش، مفيش ببلاش خلاص. انا كنت بعمل له القصور بتاعته. ايش بقى في لايك ستيب لما كان وزير الدفاع وضبط له الحلميه مش عارف بحوالي 50 60 مليون اللي هي كانت مكان المشير طنطاوي، وعملت شويه حاجات لصدقي. البيت عملت له ما عادش فيها مسلمين ولا مسيحيين، ما كملش شهر. عزه النفس وعفه النفس. ونعمل قصر بقى كبير عن الناصيه. ايه القصر ده بقى؟ قال لك ده بقى بتاع الرئيس عبد الفتاح السيسي. فانت حضرتك بتقبل انك تدفن السيده الوالده كمان على حساب الناس؟ يا راجل دي هتتحاسب. وكمان بتدفن السيده الوالده بفلوس الدوله بفلوس البلد. ليه؟ المشكله الكبيره اللي موجوده معايا ان انا ان شاء الله راجل صادق. دي مشكله كبيره جدا تعرفوها عني. صادق قوي وامين قوي ان شاء الله وشريف قوي ان شاء الله، لان انا هقابل ربنا. يعني والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضى كده. ربنا ما يقبلش ان الجامع بتاعه يتبني كده، والمساجد والكنائس لا تبنى على ارض حرام.